النجوم في عز الشمس شبوكشي تايم، ممنوع الاقتراب او اللمس. 5 دقايق هتتابعني وتعمل شير وسبسكرايب والنبي اعمل خير، عشان انا فنان، عشان انا فنان. لو كنت في اي حتة هتلاقيني في المكان. عارف انت الواد اللي هو كان من يومين ده عامل حادثه ومات وبتاع، وابوه ده زعلان عليه وبتاع، فاهم انت انا بقول ايه؟ ايه بتقول ايه؟ ايه يا عم انت ما تركز شويه. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ النهارده الحلقه بتاعتنا مختلفه شويه، هنتكلم عن شباب البلاك بيري بلا الهام شاهين بقى، بلا تحرش جنسي. شاب البلاك بيري ده تعريفه ان هو واحد ظهره متني على طول، قاعد منزل دماغه، ما بيرفعش دماغه خالص، كلامه كله منحكر بين بي سي وبينج وتايم. يعني مثلا لو عاوز ينشر حاجه بي سي بقى يا جدعان، ها عاوز يكلم صاحبه يعمل له بينج، يعني مفيش حاجه اسمها الو، لا بينج. حوار التايم ده بقى اي حاجه يكتبوها وراها تايم، معاه مثلا مطبخ تايم، مارينا تايم، جنينه تايم، وصل بيهم لدرجه حمام تايم، فاهم؟ اي حاجه وراها تايم وخلاص. البلاك بيري ده بيعمل مشاكل كتير، يعني انا مثلا خسرت 5 من صحابي بسبب البلاك بيري. عارف ممكن نكون قاعدين مثلا 2 لوحدنا في مكان واحد ومحدش بيتكلم خالص، قاعدين بس ماسكين البلاك بيري. لا وفي نوع بقى اغبى شويه، اللي هم 2 قاعدين مع بعض وبيكلموا بعض بالبلاك بيري، فاهم؟ النوع ده غريب. في بقى النوع اللي هو ايه، واحد غبي خالص ده بقى، لو ماشي في الشارع فاهم مفيش غيره، ماشي في المكان ولا في الجنينه وبتاع، ويقوم خابط في عمود. طب انت ماشي لوحدك طيب. لا وفي بقى نوع يعني اغبى واغبى، فاهم؟ هم لما 2 من اللي بيخبطوا في العمود دول يتجمعوا في مكان واحد، هم 2 دول بيقوموا خابطين في بعض. والنوع بتاع الحمام بقى، النوع بتاع الحمام، في نوع بقى ده اللي هو مفيش بقى، ده المدمن قوي ده، وهو داخل الحمام ياخد معاه البلاك بيري وهاتك يا ابداع جوه بقى. يا عم افتح يا عم، بقالك كام يوم انت؟ لا وايه بقى، ساعات البلاك بيري بيعمل تفكك اسري، يعني راجل بيكلم مراته، بقول لك يا ست ما تردش عليه، انت يا وليه برضه ما تردش، انت طالق ليه كده بس يا راجل، ما تبقاش ظالم. ولا بقى يا جماعه في نوع بقى اللي هو جامد فشخ ده، اللي هو بص وهو سايق بيبص على الطريق 4 مرات تقريبا، ماسك اللي هو يخرب بيتك هنموت. انت يا عم انت هتموتنا يا ابني، ركز سيب اللي في ايدك ده. لا وفي نوع بقى اللي هو بارد ده، اللي هو سايق مش همه الطريق، الناس اللي وراه يضرب بيقلب على اشاره اخضر تحمر، هو زي ما هو قاعد ماسك الموبايل ومفيش اي حاجه فارقه معاه. لا والبنات بقى، لو في واحده معجبه بيه عند صاحبتها في الليسته ولا حاجه، تقوم ماسكه البلاك بيري بتاعها وكاتبه في البيرسونال مسج حنوني هنا وبتحبك، على اساس بقى ان هو يشوفها ويكتب انتوا فين ويجوا بقى. شغل الناس التعبانه ده. لا وفي نوع بقى ده اللي هو تحس انك قاعد في معرض حريم، فاهم؟ كل شويه بي سي، بنت اسمها ساره جميله قوي، طولها 160 سم، وزنها 55 كيلو، عندها عربيه سوناتا، هيعملوا لها اد هتحبوها قوي. ايه مش هتقول لنا نوع البرا بتاعها كمان بالمره؟ حاجه تشيل يا جدع. خلاص وصلنا لاخر الحلقه، وطبعا المعظم هيعملوا شير للحلقه على اساس انهم مش من شباب البلاك بيري يعني خالص، لا سمح الله. نسينا جزء مهم قوي في الحلقه، جزء الشباشب. طيب بص بقى، انا عاوزك تجيب الشبشب، يعني بص، لا مش فيا انا يا عم، بص ايدي اهي، جيبه في الموبايل نفسه ما تجيبوش في ايدي. ايوه يا ابن الله يخرب بيتك، ماسك البلاك بيري بتاعي ليه يا ابني انت؟ خلاص خلصنا حلقتنا النهارده. شير وسبسكرايب، وما تنسوش بقى اي حد عنده مواضيع يكلمنا على الفان بيج بتاعتنا اسمها احمد الشبوكشي، وان شاء الله الحلقات الجايه احسن. خلاص بقى، ولا اي مسدس ولا اي كلام من ده. يلا باي. طيب يلا نبتدي نقول انا هعمل ايه. كان تقريبا 3 حاجات، بي سي وبينج والتانية كانت ايه؟ لا دول سؤال، فكرة ان الموضوع كان فاهم، واحنا رحنا 6 ورجعنا بدل رحنا ورجعنا عمالة وتيخ
بعد ما الحلقه تخلص خالص اخر لقطه دي، يا ابني ماسك بلاك بيري تعالى يا ابني. امسك يا عم انت بتتكهرب ولا بتتضرب يا عم؟